فاكر لما كنت بتتفرج على فيلم قديم وبالرغم من انه ابيض واسود لكن لقيته جميل، ومع اول لقطه كده تحس ان الفيلم اصيل، فانك بتتفرج على تحفه مش بس مشاهد. الفتره دي مش صدفه، الفتره دي فيها السينما وصلت في قمه نضجها، فتره النجوم الكبار، الموسيقى اللي تعيش سنين، والافلام اللي لحد النهارده بنقول عليها كلاسيك. يلا بينا نرجع مع بعض للعصر الذهبي للسينما. وبعد ما الصوت دخل الدنيا اتظبطت، بقى في كلام، موسيقى، غنى، تمثيل، كل عنصر بقى ليه وزن. ومن فتره الثلاثينات لحد الخمسينات السينما اخيرا بقت فن كامل، وبدات الصناعه الضخمه اللي ظهرت فيها الاستوديوهات العملاقه زي MGM وباراماونت وورنر بروز و20 سنتري فوكس. دي كانت استوديوهات عامله زي مصانع، كتاب، مخرجين، مصورين، ممثلين مرتبطين بعقود، خط انتاج كامل يطلع لك فيلم ورا فيلم بجوده عاليه. النجوم والممثلين وقتها بقوا ايقونات، نجوم الضحكه، نجوم الحركه، نجوم الدراما. ممثلين صورهم كانت بتتعلق في البيوت زمان، الناس كانت بتروح السينما علشان اسم واحد موجود على البوستر. الشهرة في الوقت ده كانت حاجة تانية خالص، القصص بقت أعمق والإخراج بقى أذكى. قبل كده كانت القصص بسيطة، لكن في العصر الذهبي للسينما حوارات تقيلة، شخصيات معمولة صح، إخراج محترف، وموسيقى معمولة مخصوص. الفيلم بقى حاجة بتتصنع مش حاجة بتتصور وخلاص. السينمات نفسها كانت تجربة، تذاكر رخيصة، قاعة كبيرة، ناس جاية تتبسط، والسينما بقت المكان اللي الناس بتهرب له من الواقع، خصوصا في الأزمات والحروب. كان في سحر، والسحر ده باقي لحد النهارده. العصر الذهبي للسينما هو الفترة اللي بقت السينما فيها كاملة النور، بعد كده بقت فن بكل معنى الكلمة. وفي الحلقة الجاية إن شاء الله هندخل على النقلة اللي غيرت كل قواعد اللعبة، لما الصورة بقت رقمية والكاميرا بقت من غير فيلم، ودي كانت أول خطوة لعصر التكنولوجيا اللي وصلنا ليها النهارده. سلام.